طيب يا جماعه، النهارده كنت رايح اصلي الظهر عادي زي اي يوم بصلي فيه، يعني فرض ربنا في الجامع، ودخلت المسجد ولسه ما قاموش الصلاه. حلو. لقيت بقى راجل كبير من الناس اللي هي السيجاره في ايديها عامله شبه المصاصه، عارفها انت الناس دي اللي هي تحس انك عايز تمسكهم كده. المهم فنتيجه كتر السجاير اللي هو فيه ده والشيشه اللي شغال فيها 24 ساعه، يعني ريحه هدومه ونفسه يعني اجرك الله، اللهم يعني ربنا يعفي عن عباده، ولكن يعني ما بطيقش انا، ما بستحملش، انا ما دماغي تعبانه يا جماعه، بتعب وربنا. الموضوع يعني ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي بتصلي بالريحه اللي يعني فلو المؤذن اقام الصلاه دلوقتي انا هقف وهو بالتالي جنب مني، فهيبقى جنب مني، فمش هعرف انا اخلع منه. فاول ما لقيت المؤذن راح يقيم الصلاه انا عملت هروب اضطراري كده لحد الميضه، يعني بحيث ان انا يعني كاني هغسل ايدي او اعمل اي حاجه، بحيث يعني ان هم كلهم يقفوا واحد ورا الثاني، فيجي ناس تقف جنب منه، فانا اجي في الاخر ابقى ايه، بعدت عنه يعني بصفه كامله. المهم دخلت الميضه واطلع يا باشا الاقي لك الراجل ده برضه هو اخر واحد في الصف، يعني هتقف جنب مني بالعافيه، هو كده اجباري هتقف جنب مني. طب يعني ده انت لو قاصدها مش هتحصل يا عم. انا شفت المنظر من هنا فقلت خلاص انا كده ما فيش مهرب، ولكن ببص على اخر الصف من على اليمين لقيت في مكان لواحد بس، يا فرج الله. انا ربنا عالم باللي جوايا، فاروح المكان اللي على الناحيه الثانيه ده واخش في الصلاه واقول الله اكبر، ويا ريتني ما دخلت الجامع ده، من اساسه كنت دخلت جامع تاني. اشم لك نفس الريحه نسخه طبق الاصل بس بمراحل بقى، يعني اخده ليفل ماكس فوق بقى خالص، يعني مش اللي هو يعني يا ربي. وحرفيا انا لما يكون في حد بيشرب سجاير وبيقف جنب مني انا ما فيش، يعني بحس اني هرجع يعني. انا بستغرب الناس اللي بتشرب سجاير عمال على بطال دي، يعني لو هو مش لو هو متجوز مراته طايقاه ازاي ده، يعني معلش يعني عشان نبقى واقعيين، ده مراته طايقاه ازاي يعني؟ طب انا نجار انت بتعمل الفيديو ده ليه مثلا؟ يعني خلاص كده الناس اللي بيشربوا سجاير بطلوا يشربوا سجاير؟ لا يا حبيبي، لا يا مفتح، انا كلامي هنا بقى اللي هقوله دلوقتي ده لاي حد بيشرب سجاير ومشغال عامل زي المدمنين، كانوا زي المدمنين. تعالى لي هنا بقى يا باشا بعد اذن حضرتك، يعني لو شفت حد منكم في الصلاه تاني واقف جنب مني انا كتاب الله حرام يا جدعان. اللي هيفهمني الناس اللي بتتعامل مع ناس بيشرب سجاير كتير، يعني في ريحه معروفه في الناس دي، اي حد بيشرب سجاير معروفه الريحه دي بتبقى لازقه في هدومه وفي بقه كده، هما الاثنين كده، وريحه مؤذيه بجد، مؤذيه بطريقه فظيعه. فاللي هو يعني انت ايه اللي جبرك على كده؟ يعني انت ماشي، انت خلاص بقى، انت بس ما تاذيش غيرك، يعني انت حر ما لم تضر. يعني داخل الجامع مش هنقول له ما تصليش، يعني ده فرض ربنا، ولكن يعني اللبانه بالنعناع وانت داخل كده عشان ماشي، او فوحت عربيه خدها كده حطها في هدومك، رش لك شويه كلور كده وانت ده. المهم تمشي الريحه، المهم تمشي الجرثوم تمسحه مسحا تام، يعني عشان خاطر بحس ان انت يعني ما تاذيش غيرك، وعشان خاطر انا لو لمحت حد تاني بيعمل كده. طيب يا سيدي شكرا كفايه.